العباري حتى وجدت طيب ديزيون بلا تكون بقاطة بنينة سهلة في نص ساعة توجد واقتصادية في نفس الوقت غير بنص فطر دجاج ولكن وجدتها. تابعوا معايا بخطوة بخطوة نوري لكم كيفية تحضيرها. عندي نصف فطر دجاج، ضفت 2 معالق بصل، معدنوس، حبة بيض، ملعقة من الموطارد، رشة من الفلفل. نخلط المكونات، ضفت رشات من الملح، 3 معالق من لاشابلوغ باه يتماسك معنا الخليط. بعد ما عجنتهم مليح شكلتهم كويرات. بعد نجيو نقلوهم في مقلاة ضفت ملعقة مارغرين، قطستهم الفارينة وقليتهم، نخلوهم يتقلاو. بعد ما عطاونا لون ذهبي نحوهم من المقلاة. في نفس المقلاة ضفت حبة بصل مفرومة نخليه تحت تذوب وتكرمل. ضفت لها التوابل فلفل اسود، كركم، ضفت رشات من الملح من كثروج، ضفت حوالي نصفية لامة. نحطوها فوق النار كي نشوف بلي الماء بدا يغلي نحطو كويرات اللي قليناهم نخليهم يطيبوا. نروح نوجدوا البطاطا اللي كنت قشرتهم وغسلتهم نقطعهم مكعبات بهذه الطريقة، نملحوهم ونقلوهم. بعد نروح نوجدوا الصلصة اللي فيها ملعقة مارغرين 2 معالق فرينة نخلوهم يتقلاو مليح. بعد ما خلطت المرقة ننزعو الكويرات. بعد ما ذابت المارغرين وقلات الفرينة نضيفو للمرقة نخلطو، نضيفو كأس ونص حليب، نحطوها فوق النار حتى تعقد معنا الصلصة. بعد نضيفو الفرماج، رشة من الملح، نحطوها فوق النار تتعقد مليح ونطفو عليها. جبت لي بلالي يدخلوا في الفوغ، حطيت البطاطا اللي كنا قليناها، ضفت كريات فوق البطاطا، مع الاخر دفقت الصلصة اللي كنا وجدناها على الوجه. بعد ضفت الفرماج ندخلوها داخل الفوغ حتى توجد معانا وتحمر تعطينا اللون الذهبي ونحوها. وراهي وجدت معنا الكغاتا. شا تكون عجبتكم الوصفة جربوها بصحتكم. مع السلامة مع وصفة أخرى. متنسوا لي جيم وأبوني.